ليتنا النهارده في القلعه. معلش تعبناكم النهارده ولفينا كتير. عاوز اتكلم عن المماليك في تربيتها. طبعا احنا في ذهننا ان المملوك بيجي من عند التاجر بتاع المماليك اللي بيجيبوه من السوق، بيخش القلعه هوب خلاص بقى كده بيعرف يحارب وبيعرف يعمل كل حاجه، كانهم بيخشوه بيدخلوه مكنه. بعيد عن ذهننا ان الموضوع ده بياخد سنين. صح؟ المملوك يا حضرات كفكره تبدا كما قلتها كتير وبعدها من الدولة العباسية. الدولة العباسية هي أول من قننت وضع المقاتل. طبعا مش هي فكرة الاختراع، لا، الاختراع ده من أيام الرومان ومن أيام اليونان، بس فكرة التقنين إن هو يخلق فرقة أو فئة مقاتلة تحارب لأجل السلطان أو تحارب لأجل الخليفة. فباختصار الدولة العباسية هي صاحبة الفضل او صاحبه الاختراع او صاحبه براءه الاختراع. كان في حاجه اختراع اسمه المماليك. تمام. المملوك كشخص او كفرد كل مهمته في الحياه ان هو بيلبس عبايه الاسلام والمسلمين كشخص مسلم. مهمته الاولى والاخيره حمايه الخليفه. باقي كل الشعارات حطها على جنب ونخليها مرحله تانية، لكن المهمه الاولى بتاعته ايه؟ حمايه الخليفه. حماية الخليفة، بالتالي حماية مصالح الخليفة، بالتالي حماية الإيراد اللي جاي للخليفة، بالتالي حماية وجود الخليفة. خد بقى إيه ده كله في الآخر خالص. لو فضل مساحة يبقى تعالى قول لي الجهاد في سبيل الله والإسلام وكذا، لكن الإطار العام اللي هو خليفة المسلمين، العباية المسلمة اللي إيه كعباية بس. والا ما تسبب المماليك انفسهم في اسقاط الدوله العباسيه. علشان برضو الناس ما يحصلش عندها اختلاط، المؤرخين في فتره العباسيين او ما قبل المماليك كانوا بيقولوا على المماليك الترك. الترك راحوا، الترك وجم ايام الفاطميين بيقولوا عليهم الترك. ليه؟ لان الناس دي ليهم مكانه اجتماعيه ما ينفعش ان هم يتقال ان هم كانوا بيتداولوا في السوق كعبيد، البرستيج بتاعهم. لكن في الدوله الايوبيه الموضوع كان اتحط خلاص في اطار ان العيال دي او الصبيان دول او الغلمان دول كان مسميات فاطميه، كانوا بيسموهم غلمان. تمام. خلاص بقى دول بقوا اكتسبوا العاده الفاطميه ان دول عبيد عندنا. دي الفرق ما بين العباسيين وما بين الفاطميين. الفاطميين كان نظرتهم للمجتمع سواء احرار سواء عبيد، انتوا كلكم عبيد عند الخليفه، ما تشوفوش الخليفه. انتوا اوعوا تفتكروا ان المعز الدين الله الفاطمي لما دخل مصر الناس شافته وكان بينزل يسلموا عليه وياخدوه بالحضن، ابدا. الخليفه كان بيبقى لابس ستاره على وشه من اللآلئ زي بتوع الهند. لو تشوفوا الافراح تلاقوا واحد عامل ستاير كده على وشه ومن وراها ستاره، يبقى واقف ورا ستاره ولا كانه بنت في خدرها. معلم. في فترة الفاطميين كانوا هم اللي عاملين الإطار العام في تربية المماليك، إن في حاجة اسمها الحجر. الحجر ده اللي تطور في العصر المملوكي بقى الطباق. الطباق ده مسؤوليته إن هو تربية الطفل ده على النسك أو التعاليم الإسلامية، إن تصلي ما تنامش قذر، تقوم تتوضى إزاي، تقرأ وتكتب بالعربي، تتكلم مع كذا. وكان الطباق عبارة عن إيه؟ الطباق على حسب ما وصف المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار، قال بأن الانطباق عبارة عن دور أو دورين مفرده طبقة، اللي هي الحارة دي أو الدور ده اسمه طبقة. تمام؟ الطباق بمعنى إن في كذا طبقة معايا، طبقتين ثلاثة أربعة على حسب الإجمالي بتاعهم بيبقى اسمه طباق. مطرح ما احنا قاعدين في القلعة هنا ابتدى طباق في طبقتين بناهم الظاهر بيبرس، اتختمت في عهد طومان بي في 1517 ان في 13 طباق. نرجع للمقريزي لما يوصف الطباق في الحاره دي يقول لك ايه؟ ان الطباق ده يتكون من عدد من المماليك بحد ادنى من 750 لغايه 1000 1200 في كل حاره. نرجع ليه
يقول لك ايه، لا اصل كل طباق من دول لازم يكون، او كل طبقه معذره، كل طبقه من دول لازم يكونوا المماليك دول من فئه واحده. يعني لو جركس يبقى كلهم جركس مع بعض. ليه؟ علشان يبقى فيه نوع من الالفه، لان انت جايب طفل، فلازم نفسيا يبقى مهيأ ان في حد يقعد يتكلم معاه. فبيحرصوا انه يجمعوا اغلب المماليك يبقوا بيتكلموا نفس اللغه او من نفس الجنس مع بعض، يبقى في تواصل ما بينه وما بين المحيطين بيه. الظاهر بيبرس هو اللي ابتدى فكره الطباق بقى. فين؟ مطرح ما نخش جوه القلعه، احنا لسه بره القلعه على فكره. ابتدى بطبقتين جنب البرج بتاع الزاويه، كل طبقه فيهم من 800 ل 1000. طبقه هنا او الطبقه اهو جنبيه بيتعمل حاجه اسمها ايه؟ مدرسه. المدرسه دي لتعليم الاطفال. سن المملوك الصغير بيجي من سن 6 7 8 9 10 11 12 13. المجموعه السنيه دي او الفئه العمريه دي بتخش المدرسه. بيتخرج من المدرسه امتى؟ 14 15 على حسب. بيسموا ايه بقى اللي بيخشوا المدرسه دول؟ فئه الكتابيه. وملاحظه اضيفها لكم ان معظم السلاطين الذين تولوا السلطنه ومعظم قاده الجيش ومعظم قاده الاسراب ومعظم المماليك الامراء الكبار اللي بنسمع عنهم كانوا من الكتابيه. يعني الفئه اللي جت صغيره واتعلمت في المدرسه بتعرف تقرا وتكتب. ولكن في حالات كده فلتة بتيجي، يعني واحد زي اينال الاجرودي. اينال ما كانش لا بيعرف يقرا ولا يكتب، ما دخلش مدرسه اصلا، حتى عشان منعا للاحراج ان يجي عشان التعليم يعني الامضه. كانوا بيعملوا له بالنقط زي نظام العيال الصغيره وهو يمشي حواليها ما كانش بيعرف يتكلم عربي اصلا ينال. فكده خلاص خلصنا من التعليم. الادب، السلوكيات، الطباق ده كمجموعه بيبقى عليه فئه من الناس اسمهم المربين او المعلمين. فوق منهم بيبقى في واحد مشرف على الطبقه دي او على الدور ده، تمام، اسمه اغا. بيجي على الاثنين دول واحد اسمه مقدم المماليك. ده التوب بقى. عندي مربي وعندي راجل اغا وعندي مقدم المماليك، ده التوب بتاعهم. وده الراجل ده اللي هو مقدم المماليك ده بيعتبر الراجل الرابع او الخامس في الدوله تحت السلطان. لما بيتعمل مجلس مشوره مقدم المماليك بيبقى قاعد، زيه زي قاضي العسكر، زيه زي نايب الدوله، زي القضاه الاربعه. لما بيتعمل مجلس الراجل ده بيبقى قاعد. ليه؟ علشان لما يحصل قضيه في مملوك عمل مشكله يبقى كبيره ايه؟ موجود، بيتكلم بلسان المماليك عامه، وبيتكلم بلسان المماليك اللي موجودين في الطباق والمماليك اللي في الخدمه فعلا. يعني الصغير والايه؟ والكبير. ده دور مقدم المماليك. وبالمناسبه بيبقوا عدد مش واحد بس كبيرهم مقدم كذا 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 كذا. ايه القصد؟ نيجي بقى المرحله الثانيه، التعليم الحربي، اللي هي من سن 13 وانت طالع بقى. بيتعمل ايه؟ يحكي لنا المقريزي ان بينزل السلطان ومعاه المجموعه من الامراء بيمارسوا حاجه اسمها الاكره او الصوالجه او البولو بالبلدي بالعصري. يعني لعبه البولو ان هو بيركب الحصان وبيلعب كذا. طيب هل دي كده لعبه بيبقى فيها المماليك؟ اه طبعا، لان انت بتتعلم اتقان ركوب الخيل. فاللعبه دي ليها هدف استراتيجي ان بيتعلم المناوره وهو راكب الحصان. وبالمناسبه السرج اللي بيركب عليه الفارس وقتها مش السرج الامريكي ابو عصب اللي احنا بنشوفه دلوقتي. يعني معظم دلوقتي الخيول العربيه والكذا اللي بنشوفها في المسابقات والمش عارف ايه، السرج اللي احنا بنشوفه دلوقتي مش ده السرج الاصلي بتاع وقتها. كان مفلطح شويه وليه مواصفات مختلفه تسمح للراكب بالمناوره والحرب والقتال او باللعب. طيب ادي كده الخيل. عندنا رمي السهم ليه معلم، عندنا البلطه ليها معلم، عندنا ضرب السيف ليه معلم، عندنا الرماح الرمح
ليها معلم. عندنا الفنون الهندسه، ايه ده بيتعلموا هندسه؟ اه طبعا. وعلشان يبقى يتعلم المدافع والمنجنيق لازم يحسب الهندسه ويتعلم المعمار، الحيطه دي بتتهد بكام ضربه. نحكي حدوته. في مره كان في سلطان هنا، ابن صاحب المسجد ده اسمه احمد الناصر، احمد ابن محمد ابن قلاوون. جه حكم مصر هنا 3 اشهر، وبعدين ساب السلطنه ولم كنوز ابوه وجداده واللي قبلوه وطفش على الكرك وتحصن بها. حصلت خناقه ما بينه وبين اخوه اسماعيل، بعتوا له جيوش وهزمها، صرف الثروه كلها على الحرب ما بينه وما بين اخوه اسماعيل. الحكايه اتختمت بجمله اتقالت: قائد الحمله الاخيره اللي جابت احمد ده من قفاه كان اسمه ايه؟ الامير علم الدين سنجر الجولي رحمه الله. ده كان توبجي يعني بشغل المدفعيه والمنجنيق، كان مستاذ. فبص له من فوق احمد ده ابن محمد ابن قلاوون وقال له: يا نحس يا شيخ يا نحس يا بومه، موتت السلاطين وجبت اخرهم وانت لسه عايش؟ قال له: انا شيخ نحس، والله لا اوريك مين النحس. اضربوا لي الحته دي بتقل كذا وكذا وكذا. ما عداش ساعه الا كان في خرم في الباب في الجدار بتاع القلعه، تمام، في الحته اللي شاور عليها مين؟ الجولي. اذا الراجل ده متعلم ايه؟ هندسه، معمار، فاهم اللعبه دي ايه؟ يعني الراجل ده لعبته شغلة المنجنيق. بمناسبة المنجنيق، لو قرينا في كتاب فن المنجنيق، الأنيق في المنجنيق، ده مخطوط كده كان مترجمه في جامعة دمشق ربنا يبارك لهم، أو قرينا تفاصيل من كتاب النجوم الظاهرة لابن تغري بردي، هنلاقي ان ابن تغري بردي يشير إلى ان الوزن بتاع المنجنيق، الكتلة اللي بيحدفها تتراوح ما بين 120 لربع طن ككتلة. الحسابات دي بناء عن ايه؟ صح؟ طيب المسافة بتاعت المنجنيق اللي بيبقى هنا ويضرب تحت او يضرب فوق او يضرب كذا، مش ليها حسابات؟ مين اللي بيعلم؟ الله. يعني هنا في بنا، في نجار، في حطاب، وفي حمال، وفي حبال. كل الفئات دي موجودة عشان منجنيق بس. يعني المملوك ده تعليمه مش سهل. انا عايز اوصل لك ان المجتمع اللي تحت في الشارع كان متفاعل وموجود وبيعلم المماليك دي. كلمة معلم اللي انا قلتها ما بقولهاش اعتباطا، انا قاصد اشير ان ده معلم مدني من البلد. في ناس كانت فراودة، يعني مسكة الدبوس وراكب الحصان. الدبوس ده عبارة عن زقلة بالبلدي، قضيب سواء معدن او خشب وليه كتلة بالدبابيس او بالسنون او كذا. الراجل ده علشان يلعب بالدبوس دي كانت بتتسمى نوع من انواع الالعاب البهلوانيه. قيس على كده كل فنون القتال، سواء رمي السيف، ضرب السيف، سواء رمي السهم، سواء مثلا الرماح، ضرب الرمح او كذا، سواء الطوار اللي هي البلطه. تعليم 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 تعليم. فالولد اللي بيجي ده علشان يتعلم ده، ناخد لقطة من كتاب المقريزي المواعظ والاعتبار، لما ذكر نقطة بتاعة ميدان قرى ميدان لما نزل الظاهر بيبرس وبيدرب العساكر، كان في شهر رمضان. ايه اللي حصل؟ قال لك ان الظاهر بيبرس امر برش الميدان علشان ما يبقاش الجو حر على المقاتلين وهم بيتدربوا. واحد، الحته دي بقولها بقى نمره 2 دي بقولها لكل واحد اطرش بيعترض على وجود المصريين داخل الجيش، وسمح للعوام بالانضمام للمقاتلين. اللي حصل ايه؟ بيقف صف واحد، احنا هنهجم اهو، هنهجم، فلازم ده ليه تدريب. ليه ايه؟ تدريب. احنا لما نيجي نهجم في صيحه بتحصل او في اشاره بتحصل، ان كانت صوتيه او ان كانت مرئيه كعلامه او رايه، وبعد كده كلنا بنتحرك مع بعض. في ناس واقفه على مكان عالي بتحدف عليهم كور من طين
مش احجار، لا كور من طين، وبتضرب في اماكن معينه على اساس ان دي عوائق وبيتضربوا، ورغما عن ذلك ايه، بيخشوا. الحمله دي مش محتاجه تدريب، محتاجه ان احنا نسمع الاشاره او نشوفها، الاعلام والرايات. والكلام ده هتلاقوه في كتاب الحيل في الحروب لابن ملكلي، بيذكر المنظر ده. تمام. فعندك هنا التدريب على حته الحركه مش سهله. نذكر برضو من كتاب تاني لابن عبد الظاهر في سيره ظاهر بيبرس، او من ابن تغري بردي في كتاب النجوم الظاهره، لما جه اتكلم عن الظاهر بيبرس لما كانوا محصلين ابلستين، كان بينزل تحت مع الحفارين يحفر معاهم علشان يشجعهم. الله، ده كان في فئه معاهم اهو بيحفروا تحت، يعملوا احفار انفاق علشان الجدار ايه، ينقض. لما يسحب الخشبه بيسندها ويسحبها تلاقي الحيطه ايه، النفق ده انهار، والجدار اللي فوق النفق ايه، انهار او ضعف. عندي سؤال؟ مفيش؟ طيب نتكلم عن السلاطين. السلطان الظاهر بيبرس كان صاحب سنة ان في مملوك يتم رعايته وفي قلعة يتم ربايته فيها، لا، صاحب المبدأ من العام التربية في القلعة كان الملك الصالح نجم الدين أيوب. قبل كده كانوا بيتربوا في بيوت او بيتربوا في قصور او بيتربوا في كذا، وحته التدريب ما كانتش رسميه. لكن تكنيك تربيه الظاهر بيبرس تفوق على تكنيك تربيه الملك الصالح نجم الدين ايوب. والدليل ان ما من حرب شارك فيها المماليك البحريه، يعني مثلا في معركه المنصوره 1250 المماليك البحريه ما نجحوش، بالدليل ان هم انسحبوا في دمياط في بدايه المعركه. بسم الله الرحمن الرحيم هنحارب، المماليك البحريه هربت. امال مين صاحب النصر؟ المصريين يا فندم. لما مات الصالح نجم الدين ايوب وتولد شجر الدر، وجه عز الدين ايبك ولوه وراحوا يتخانقوا مع نصر يوسف في موقعة الرملة، المماليك البحريه اتهزمت يا فندم. يعني التربيه او عنصر التدريب ما كانش عالي، لكن صاحب الفضل في تطوير ده مين؟ بيبرس. ده اللي عمل نقله نوعيه ان المملوك ده يتربى يتدرب يتعلم صح، دي تشهد له. اختلفت النمط بتاعه. حتى بيوصف المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار بيوصف منظر المملوك في لبسه، وقال لك ان هم كانوا بيلبسوا قمصان صفراء وليها حزام، الحزام ده بحلقتين نحاس، الحلقه دي بيتركب لها حاجه اسمها حياصه، الحياصه دي زي الجيب كده، بيبقى فيه اكل وشرب وكتاب وقلم ومش عارف ايه. ده المملوك اللي ايام الناصر مع صالح نجم الدين ايوب، ويام الايوبيين ويام الفاطميين بالمناسبه دي وكذا. طبعا شعره طويل كانوا بيلموه في كيس اسمه حياصه برضه ورا راسه، ويبقى لابس اصفر فاصفر، وحالته طبعا ايه، مش اللي هي. جه بيبرس قال لك لا يلبسوا كويس ويهتم. جه قلاوون قال لك لا احنا عايزين المملوك ده يلبس كويس. يعني ايه؟ البسوا عمامه، احلقوا شعركم، اتهذبوا، انزلوا الحمام، اهتموا بكذا، ياكلوا كويس ويخش المطبخ يدوق الاكل. بقى في اختلاف او في اهتمام اكتر. عشان كده ايه اللي حصل؟ كانت ايه النتيجه؟ عندنا الدوله الفاطميه، عندنا الدوله الايوبيه، الاراضي اللي كانت تحت حيازه المسلمين او اهل اصحاب الارض تقلصت. دخل عندنا مغول، دخل عندنا صليبيين، نتيجه الاهتمام اللي عمله بيبرس والتطوير اللي عمله قلاوون، كل البلاد دي اتحررت. صح؟ بقى في تربيه، بقى في رساله، بقى في امانه. فالايه ايه؟ اختلفت، ان في عندك هدف ان انت هتحرر ارض. خلاص، لغايه ما ربنا كرمهم. لما جه الاشرف خليل فتح عكا
بالمنجنيق بالمناسبه، وهدم الحصن ده اخر اماره صليبيه. طبعا المغول ما سكتوش لغايه عهد تيمور لانك، وبعد منه قبل منه اسف كان في غازان وكان في كذا وكذا وكذا، حوارات كتير. القصد ان كان في قوه بسبب ان كان في ايه؟ اهتمام. على عكس ما يزعم ان كانت ايام الايوبيين كان كذا. يا باشا ايام الايوبيين تصحى من انقلاب، اللي يصحى الاول يتولى. ايام العباسيين كان نفس السنه، اللي يصحى بدري يلحق يركب الكرسي. صح؟ صلاح الدين ركب ازاي وهو في دوله عباسيه؟ الاخشيد ركبوا ازاي؟ دوله عباسيه. الفاطميين دخلوا ازاي؟ غدر وخيانه وبتاع، ما كانش فيه اهتمام لا برساله ولا بدين ولا بكذا. ده القصد اللي انا عايز اوصله، ان من بدايه الكلام قلت ايه؟ الناس دي لابسه عبايه، ان هم تابعين للخليفه العباسي او كذا. ماشي. ما اعرفش ليه خاطر في بالي عيل سلاطين.